في ناس طول حياتها بتشتغل وتقبض وبتصرف وبرضه دايما مفلسين. النهاردة هقول لك 5 نصايح مالية لو عملتها هتغير حياتك 180 درجة، وخليك معايا لآخر الفيديو علشان في النهاية هنعمل إعلان عن الفايز بجائزة الحلقة اللي فاتت. فيلا بينا نبدأ الحلقة. أول نصيحة معانا: عاوز فلوس ادفع فلوس. مفيش حاجة ببلاش في الدنيا دي. لو عايز تكسب أكتر لازم تستثمر، سواء في مشروع أو في نفسك أو في وقتك. اللي بيخاف يدفع بيعيش طول عمره بياخد أقل حاجة. ادفع عشان تتعلم، ادفع عشان تتطور مهارة، ادفع عشان تكبر. الفلوس مش بتروح، بتتبدل بقيمة أكبر، وده المعنى الحقيقي للاستثمار. وأهم شيء، بدل ما تصرف على كماليات اصرف على نفسك. كورسات، كتب، أدوات، تجارب. كل جنيه بتحطه في تطوير نفسك بيرجع لك 10 أضعاف. لو انت فريلانسر او صانع محتوى ادفع عشان تتعلم حاجة تخليك مميز. التطوير مش رفاهية، ده استثمار فيك انت. تاني نصيحة معانا: خليك وسطي. ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني ما تكونش بخيل ولا تكون مسرف، يعني خليك متوازن. لو انت كريم بزيادة ممكن تفتقر، ولو كنت بخيل الناس هتكرهك وربنا مش هيرضى عنك. فخليك في النص. الكرم مش انك تصرف كل اللي عندك، الكرم انك توازن بين رزقك وبين دينك. ثالث نصيحة معانا: ما تكونش عبد. اكبر غلطة مالية انك تعتمد على مصدر دخل واحد. لو الشركة قفلت او الحساب اتقفل خلاص انتهيت. خليك حر، ما تبقاش عبد الراتب او موقع. ابني لنفسك اكتر من مصدر دخل: خدمة بتقدمها، قناة بتكسب منها، موقع بتبيع عليه. المهم تبدأ. كل جنيه او ريال اضافي بيقلل تبعيتك لاي حد. رابع نصيحة معانا: عايز تكون فقير؟ خد قرض. في قروض حسنة ما فيهاش زيادة عن المبلغ المقترض، دي ما فيهاش مشكلة. اما اللي بتكلم عليه هنا هو القرض الربوي. لو انت عايز تفتقر خده. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. القرض شكله مغري جدا بس هو طريق الفقر الحقيقي. النهاردة بتاخد 100,000، بكرة هتدفع 120. الفوائد بتاكل الفلوس واحدة واحدة لحد ما تصحى تلاقي نفسك غرقان في الديون. الديون بتخليك عبد للبنك، عبد للفايدة، وعبد للقلق. ابعد عن قروض مهما كانت المغريات، لأن الحرية المالية بتبدأ من صفر ديون. خامس نصيحة معانا: ابعد عن الحرام، وده أهم وأخطر جزء. ممكن تكون بتكسب كويس جدا بس مصدر دخلك حرام. تصميم فيها سيدات متبرجات، موسيقى محرمة، ترويج لحاجة مش كويسة. كل ده بيجيب لك فلوس شكلها حلو جدا بس بركة ربنا فيها زيرو. فصدقني الرزق الحلال حتى لو بسيط فيه سعادة وطمأنينة لا تعوض. اشتغل في الحلال مهما كان الطريق طويل. ربنا هو اللي بيرزق، مش العميل ولا الموقع. في النهاية دي كانت 5 نصائح مالية لازم تتبعها لو عايز تعيش مرتاح وتبني مستقبل كويس. ودلوقتي بقى هنعلن مين كسب معانا في جائزة الحلقة اللي فاتت. الفائز معانا في الحلقة اللي فاتت هو أستاذ وليد فؤاد. مبروك ليك يا أستاذ وليد. سيب رقم الواتساب بكود الدولة وأنا إن شاء الله هتواصل معاك عشان أسلمك الجائزة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. كان معاكم عبد الله السهولي، سلام.